لما نيجي نتكلم عن فكرة التعصب هنلاقي فلاسفة كتير جدا اتكلموا على التعصب. التعصب بقى الجماعة، التعصب لرأي، التعصب لفكر معين، التعصب حتى لفريق كورة، التعصب لديانة، كذا حد اتكلم عنه. لكن أهم حد هو موضوع حلقة النهاردة ابن خلدون. خلينا نقول الفيديو ده هيكون بعنوان ابن خلدون وعصبيته الاجتماعية. ابن خلدون هو فيلسوف ومؤرخ عربي مسلم. ليه كذا نقطة في الفلسفة بتاعته، تعال نسردهم واحدة واحدة واشرح لك الراجل ده كان بيفكر ازاي. أول حاجة نظريته العصبية، تاني حاجة فلسفة العصبية والتمدن، تالت حاجة العلل الاجتماعية، رابع حاجة الإنتاجية والازدهار، خامس حاجة الجاهلية والحضارة. تاني تاني كده: نظرية العصبية، فكرة العصبية والتمدن، العلل الاجتماعية، الإنتاجية والازدهار، الجاهلية والحضارة. تعالى بقى نبدأ واحدة واحدة علشان الراجل ده ليه فرشة طويلة كده مع بعض. أول حاجة نظرية العصبية، هو كان بيقول إن الأمم منذ نشأة الخليقة أو منذ بدء التاريخ وهي ليها حاجة بتربطها، دائرة مجتمعية بيسميها العصب الاجتماعي القوي. العصب الاجتماعي ده بقى بيتكون من إن إحنا قبيلة مع بعض، من إن إحنا حكومة واحدة، هي حاجة بتربطنا مع بعضينا. وكانت أغلبها في فترة ابن خلدون هو الدم، لها علاقة بالقبيلة أو بالمكان اللي أنت عايش فيه. تمام، دي نظرية العصبية. أغلب الكلام فيها هيكون داير كده، واللي بالمناسبة فلاسفة كتير بعد كده من بتوع علم الاجتماع خدوها. ده طبعا مش موضوع الحلقة، خلينا في ابن خلدون. تاني حاجة فكرة العصبية والتمدن، هو بيقول إن التأثيرات البيئية والعوامل الاجتماعية بتشكل، يعني بشكل كبير جدا بتشكل العصب ده وبتؤدي للتمدن. وعلى حسب بقى هل العصب ده قوي فبتؤدي إلى ازدهار الدولة وكبر مساحتها أكتر، أو بتؤدي لتدهورها وانهيار الدولة واضمحلالها خالص. ابن خلدون كان بيشوف ان احنا كل ما كبشر قربنا لبعض، كل ما الروابط الاجتماعية بتاعتنا بقت اقوى، كل ما ده زاد في تقدم الدولة بتاعتنا وخلاها تبقى اقوى، وخلاها تبقى احسن واكثر ازدهارا. انما بقى لو العلاقات بيننا مش احسن حاجة، لكن الروابط اللي بيننا مش ولا بد، هتخلي في تدهور كتير في الدولة، لا يؤدي في الاخر لانهيارها. في مقدمة ابن خلدون بيقول كده انه آه، لو مفيش روابط هتؤدي لانهيار الدولة لا محالة يعني. وهو بيقول إن الدولة بتمر بدايرة، لازم تكون من دايرة النشء وبتنتهي طبعا للإضمحلال. لازم تبدأ نشء، بعد كده القوة، بعد كده الإضمحلال. هو مثلث كده: نشأة، قوة، إضمحلال. ده ابن خلدون وشرحه للنقطة دي. تالت حاجة العلل الاجتماعية، هو كان مهتم جدا ابن خلدون في مجتمع ان هو يدرس الظواهر الاجتماعية، ايه الصراع، ازاي البني ادم بيتكيف، ازاي الناس بتتعاون، العلاقات بتحصل فيها ايه. كل ده كان ابن خلدون مهتم بيه جدا جدا. آه، من خلال كده هو بيفهم الناس ازاي، العلل الاجتماعية دي بتحصل ازاي، ايه الاسباب. كلمة علل يعني اسباب، يعني هو بيحاول يفسر الظواهر اللي بتحصل. هو ده بيحصل ليه؟ طب هي الناس دي بتتصرف كده ليه؟ على فكرة انت صح، طب انت على فكرة مش ممكن ما تكونش صح قوي، لا انت ممكن تكون غلط. كل ده هو كان بيحاول يفسره وبيرجعه لأسباب جغرافية وبيئية. انت المكان اللي انت عايش فيه بيأثر فيك جدا جدا بشكل فوق ما انت ممكن تتخيل. يعني انت مثلا العلاقات مثلا في مصر والسعودية مثلا كشعب ببعض، وغير مثلا علاقات أوروبا مثلا، خلينا نقول ألمانيا وفرنسا. العلاقات هنا هتبقى بشكل، ومثلا الناحية التانية هتبقى بشكل تاني خالص. الموضوع مختلف جدا. ليه مختلف جدا؟ لأن احنا المكان، البيئة بتاعتنا والجغرافيا مختلفة تماما عن بعضها. الموضوع مش زي بعضه خالص. رابع حاجة الإنتاجية والازدهار، كان بيقول ابن خلدون إن من أكتر الحاجات اللي بتخلي الدولة دي قوية هي اللي الإنتاج بتاعها يكون قوي. الشعب بيبقى هدفه إن هو يكون منتج ومفيد وفعال في المجتمع اللي هو فيه. لما يكون في شعب قوي قادر على الإنتاج، قادر على إنه يبني البلد اقتصاد قوي، البلد دي هتزدهر وصعب جدا إنها تقع أو تنهار. ليه صعب جدا تقع أو تنهار؟ لأن فيها شعب خايف على الاقتصاد، خايف على الدخل بتاعه إن هو يقل، فبيحاول على قد ما يقدر يطور نفسه. فبما إنه بيطور نفسه الدولة كمان معاها تتطور بالتبعية. خامس حاجة الجاهلية والحضارة، هو كان ميزة ابن خلدون كان في الكتب بتاعته كان بيقسم التاريخ لحضارات.
والحضارات دي بتتبعها فترات. يعني مثلا خلينا نقول الحضارة اليونانية القديمة، العصر الوسيط كده، وهكذا العصر الحديث وهكذا. كان بيقسم ده كله ليه الفترات، لان هو بالنسبة له لما يقسم لفترات هنعرف امتى البلد دي كانت في عصر ظلم واضمحلال وجاهلية، وامتى بقت في عصر حضارة وبناء وازدهار وتطور كبير. دي كده اهم الحاجات اللي كانت تهمني ان انا اعرفها لكم عند ابن خلدون. مؤرخ مش طبيعي. المقدمة بتاعته يمكن بتتكلم عن اكتر من 7 مجلدات او اكتر كمان. والمجلد ده اللي الناس اللي بتقراها تبقى عارفة ان هي يعني كلمة مجلد دي حاجة كبيرة جدا في الكتب بالذات. يعني تاني كده نراجع: نظرية العصبية عند ابن خلدون، فكرة العصبية والتمدن، تالت حاجة العلل الاجتماعية، رابع حاجة الإنتاجية والازدهار، خامس حاجة الجاهلية والحضارة. المصادر بتاعت الحلقة طبعا هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. المقدمة بس كده، مقدمة ابن خلدون، لو قدرت توصل لها كلها، يعني انت لو عرفت توصل لدي هتبقى حاجة جميلة جدا، ان انت تقدر تعرف عن واحد من اعظم مؤرخين الفكر العربي الاسلامي. هسيب لك في الديسكريبشن المصادر، هسيب لك في الديسكريبشن اللينكات بتاعت الحلقات اللي فاتت. ما تنساش بقى الشير، اللايك، السبسكرايب، الحاجات دي بقى. واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. سلام.